عمرك فكرت ليه الرقم 7 رقم مميز؟ ليه بيظهر حوالينا في حاجات كتير جدا؟ النهارده هكلمكم عن اسرار الرقم، وهنشوف ازاي بيظهر في الديانات، في الثقافات، وكمان في العلم. خلونا الاول نبدا بالجزء الديني. الرقم 7 ليه قدسيه كبيره جدا في الديانات كلها. في الاسلام عندنا السبع سماوات، والطواف حوالين الكعبه 7 مرات، وكمان السعي بين الصفا والمروه 7 اشواط. كمان في المسيحيه الرقم 7 بيرمز الى الكمال. حتى اليهود كمان عندهم السبت اليوم السابع، يوم مقدس. يعني الرقم 7 دايما بيدل على الكمال والراحه في كل الديانات تقريبا. وطبعا مش هننسى ان عدد ايام الاسبوع كمان 7. مش بس في الديانات، الرقم 7 جالب للحظ في ثقافات كتير جدا حول العالم. الصين والغرب عامه، يعني في الصين والغرب بيعتبروا الرقم 7 رقم محظوظ، وكأن الرقم 7 ده فيه طاقه حظ خاصه جدا ما بين كل الارقام. نيجي بقى لحاجات في العلم تخص الرقم 7. اول حاجه ان الضوء الابيض لما بيتحلل بيتقسم ل7 الوان، واللي هم الوان قوس قزح: الاحمر، البرتقالي، الاصفر، الاخضر، الازرق، النيلي، البنفسجي. 7 الوان بالتمام. وكمان الارض عندنا متقسمه 7 قارات. يعني مش بس الرقم 7 مميز دينيا، ده كمان جزء من حياتنا في الطبيعه والعلم. لو جينا للرياضيات هنلاقي ان الرقم 7 رقم اولي، وده معناه انه ما بيقبلش الاسم الا على نفسه وعلى واحد، يعني فريد من نوعه. وكمان في الفلك القدماء كانوا شايفين زمان ان في 7 اجرام سماويه واضحه في السماء، علشان كده الرقم 7 كان بالنسبه لهم رقم عظيم. المصريين القدماء كانوا بيعتبروا الرقم 7 ده رقم له دلالات مهمه جدا ومقدسه بالنسبه لهم، وده باين في حاجات كتيره جدا مرتبطه بعقيدتهم وحياتهم الروحانيه. الرقم 7 عند القدماء المصريين كان ليه رمزيه قويه مرتبطه بالكمال والانسجام. يقال انهم كانوا بيؤمنوا ب7 آلهة، 7 آلهة اساسيه بتحمي الانسان وترافقه في رحلته الروحيه، وده بيدل على اهميه الرقم 7 حتى في حياه القدماء المصريين. في كتاب الموتى اللي بيوصف رحله الروح بعد الموت، كانوا بيعتقدوا ان الروح بتمر على 7 بوابات قبل ما توصل للحياه الابديه، وده بيوضح ان الرقم 7 كان جزء من تصوراتهم للعالم الروحي. بشكل عام المصريين القدماء استخدموا الرقم 7 في حاجات كتير جدا، وكان بيشير بالنسبه لهم الى الكمال والحمايه الروحيه، وده بيدل ان كان ليه قيمه خاصه عند القدماء المصريين. يبقى فعلا الرقم 7 رقم مش عادي، ده رقم مليان اسرار وقصص وحكايات، وموجود حوالينا في كل مكان. انت بقى من وجهة نظرك الرقم اللي بيجلب لك الحظ اكتر؟ ده حتى افضل لاعب في العالم رقم 7 كريستيانو. استنونا في فيديو جديد مع قصة جديدة، مع حكاية جديدة، مع معلومة جديدة. ما تنسوش لايك، شير، كومنت.